كانت هذه التغريدة لرئيس السلفادور ذو الأصول الفلسطينية والأب المسلم والداعية، وهؤلاء الذين في الصورة هم سجناء العصابات الذين أراد الرئيس إخافتهم. واحتج العالم واعتبر هذه الصورة مهينة للبشر، وخاصة في زمن كورونا. فما هي قصة السلفادور ولماذا تعتبر أخطر بلاد العالم؟ في عام 2015 رأت الأمم المتحدة أن دولة السلفادور الواقعة في أمريكا الجنوبية هي أخطر بلاد العالم من حيث الإقامة فيها أو السفر إليها. كما قالت منظمة أطباء بلا حدود أن السلفادور بلد غير صالح للجوء، ذلك أن هذا البلد من 100,000 شخص يقتل ما لا يقل عن 105 أشخاص سنويا بلا سبب، كما أنه بشكل يومي تدور اشتباكات مسلحة في الشوارع. فكيف وصلت السلفادور إلى هذا الحال؟ في العام 1979 جرى انقلاب عسكري في السلفادور، ووصل للحكم ما يعرف بالحكومة الثورية العسكرية، وبدأت بتأميم الشركات الخاصة وبأخذ الأراضي من الإقطاعيين وفرض الاشتراكية، ما استدعى تدخلا من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت في خضم الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي. ودعمت الولايات المتحدة تشكيل مجلس عسكري ليبرالي لتنطلق شرارة حرب أهلية مطلع العام 1980 ستدخل على خطها عدة دول هي أمريكا وروسيا وكوبا، حيث كان الزعيم الكوبي فيديل كاسترو يمتلك نفوذا لا بأس به في المنطقة، سيما على اليساريين والشيوعيين في أمريكا اللاتينية. ولتصبح أطراف الحرب الأهلية مكونة من حكومة السلفادور وتحالف من 4 مجموعات يسارية ومجموعة شيوعية تعرف باسم جبهة التحرير الوطني. وبدأت الأسلحة تنهمر على السلفادور من كل مكان، وضعفت سلطة الدولة، وراحت مجموعات من السكان تشكل مجموعات لحماية مصالحها، بينما أعداد كبيرة من السلفادوريين قرروا الهجرة. وخلال رحى الحرب انتعشت العصابات وراحت تنافس قوات الأمن، واستمرت الحرب الأهلية الطاحنة حتى مطلع العام 1992 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ووضع الحرب الباردة أوزارها، حينها اجتمعت الحكومة السلفادورية مع قادة الفصائل المسلحة في قلعة في المكسيك، ووقعوا اتفاقا تاريخي باركه العالم أجمع، ووضع حدا لواحدة من الحروب الأهلية التي أرقت العالم. ولكن ما اعتقده المجتمع الدولي نهاية لحرب أهلية كان بداية لحرب من نوع آخر، حرب ستعرف بحرب الشوارع، حيث نص الاتفاق بين المتصارعين والذي وقع عام 1992 على تقليص أعداد قوات الأمن والشرطة المحلية وتشكيل قوات جديدة كانت بلا خبرة كافية، ما أعطى دفعة للعصابات التي لم تكن حاضرة في اتفاق المصالحة. وبدأت العصابات تنتشر في شوارع السلفادور وتفرض الأتوات على الناس وتنفذ عمليات خطف وتتاجر بالمخدرات والأسلحة والعملة الصعبة وبالبشر. بينما وخوفا من تكرار الحرب الأهلية ظلت الدولة في السلفادور تراقب وتتفرج، وما زاد في قوة العصابات أنها راحت تتوحد لتتشكل عصابات أكبر وأكثر إجراء، ليبرز في النهاية اسمين كبيرين في عالم العصابات في العالم والسلفادور، هما عصابة مارا سيلفاتروتشا وعصابة شارع 18. وما زاد من أوجاع المواطنين المدنيين أن هاتين العصابتين راحتا تقتتلان فيما بينهما، وكانت الشوارع ساحات المعارك بينهما، ما تسبب بمقتل مدنيين كثيرين بلا سبب أو داعي، حتى أنه في أوقات كثيرة سجلت السلفادور مقتل 50 إنسان يوميا. أما عن تعامل الحكومة مع هذه العصابات ومكافحتها، فعلى مدار 18 عاما منذ انتهاء الحرب الأهلية استخدمت الحكومة والرؤساء المتعاقبون سياسة الهدنة والاتفاق وسياسة القبضة الحديدة، وكلتاهما فشلتا في كبح جماح هذه العصابات التي حولت السلفادور لبلد خطير. ومنذ العام 1992 تسابق على السلطات في السلفادور حزبان رئيسيان هما جبهة فرابوندو مارتي اليسارية والتحالف الوطني الجمهوري المحافظ، حتى جاء العام 2019 حين ترشح نجيب بوكيلا وهو فلسطيني الأصل، ووالده يلقب في السلفادور بإمام السلفادور، حيث كان كاثوليكيا اعتنق الإسلام وأسس عددا من المساجد. ثم جاء الابن نجيب ليكسر احتكار السلطة بيد الأحزاب الكبيرة، بعد أن وعد السلفادوريين بتخليصهم من الفساد والعصابات. ومنذ تسلمه السلطة أعلن أنه لن يتهاون مع العصابات، وكان أول ما فعله هو إلغاء نظام السجون الانفرادية أو السجون المنفصلة، حيث كان يوضع معتقلي كل من العصابات الكبيرة بعيدين عن بعض لتجنب العنف بينهم، وأمر بوكيلا بوضعهم في سجون مختلطة، ما رآه البعض خطوة لدفعهم للقضاء على بعضهم في السجون،
كما راح يصور المعتقلين بأوضاع مهينة، وذلك في رسالة منه للعصابات لمصيرهم في حال تم اعتقالهم. في مقابل ذلك ردت العصابات بالتصعيد، وباتت تعلن سيطرتها على مناطق معينة. وذكرت تقارير أن عصابة مارا سلفادروتشا بدأت باتباع نهج تنظيم داعش في نشاطها في السلفادور. ومقابل ذلك رد الرئيس الجديد بأن أعطى أوامر لأفراد الأمن بما عرف بالرد المميت، وهي طريقة تشبه الإعدامات الميدانية لأفراد هذه العصابات. وحتى الآن مضى عام على تسلم بوكيلا للرئاسة، ولم تظهر بوادر لانتصاره على العصابات في بلاده، حيث أن آخر التقارير أفادت أن أزمة كورونا ساهمت بتنامي نشاط العصابات، في حين ينتظر السلفادوريون المخلص لهم من هذا الخطر.